اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ في الفيديو النهارده هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون المقرمش، وصفه ومقادير مظبوطه بالشعره. خديها كده وما تراجعيش ورايا، طريقه مميزه ومختلفه عن اي طريقه شفتيها قبل كده. وهقول لك بقى السر بتاعي اللي هيخلي ريحه اليانسون متوزعه صح ومفحفحه كده في كل قطمه هتاخديها. وهقول لك كمان على التركه اللي تخليه يطلع معاكي ذهبي ولونه خطير كده. تابعي معايا الفيديو النهارده، هنعمله مع بعض خطوه بخطوه بمنتهى السهوله. وما تنسيش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد بعمله. اول حاجه كده معايا الدقيق 350 جرام دقيق، تقريبا 3 كوبايات الا ربع بمج الشاي العادي، وده نوع الدقيق اللي انا استخدمته النهارده وطلع معايا حلو جدا واداني نتيجه كويسه قوي. 3 معالق كبار مهرمين كده من اليانسون حوالي 30 جرام. انا خدته في كبه الخلاط وطحنته طحنه خفيفه كده يا دوب، بس كسرته ما طحنتوش ما نعمتوش قوي يعني. معايا كمان 150 جرام زيت، والزيت اساسي في الوصفه دي ما ينفعش نستغنى عنه، هو سر قرمشه البسكوت. بس انا بحب اغير ريحه الزيت شويه بمعلقتين زبده كده، انا بحطهم اضافه من عندي، بيخلي ريحه الزبده مفحفحه في البسكوت وبتخلي ريحه البسكوت حاجه تانية خالص. هحط له كمان معلقه ونص كده من اليانسون، نص تقريبا كميه اليانسون اللي معايا هحطها على الزيت وهدخله بقى في الميكرويف يتسخن، بس يا دوب يسخن كده وريحه اليانسون تطلع في الزيت. التركه دي يا بنات بتخلي ريحه اليانسون متوزعه في البسكوت كله زي بعضه، اي قطمه هتاخديها هتلاقي ريحتها ينسون، مش بس لما اليانسون يجي تحت اسنانك لما تحسي بريحته. وعلى ما الزيت يطلع كده هنجهز الدقيق، هديله رشه ملح خفيفه، وهديله كمان بقيه كميه اليانسون اللي معايا، وكيس بيكنج باودر 16 جرام، كيس البيكنج باودر الصغير ده يا بنات اللي هو بيبقى معلقه واحده. وهقلب بقى الدقيق مع اليانسون والملح والبيكنج باودر عشان كل حاجه تتوزع صح. ونسيت اقول لك ان الدقيق لازم يبقى منخول مرتين 3 على الاقل، وما يكونش طالع من التلاجة، يعني يكون درجه حراره المطبخ. معايا 200 جرام من السكر، ده سكر عادي حبيبات مش سكر بودره، واربع بيضات حجم وسط، هنزل عليهم بمعلقتين كبار فانيليا. هحط بقى البيض في البوله بتاعه العجن وهنزل عليه بالسكر، وبالمضرب كده هضرب البيض مع السكر. انت مش محتاجه المضرب، ممكن تاخديهم على شفشق الخلاط وتضربيهم، ممكن تضربيهم بمضرب سلك عادي، انا بس بستعجل الوقت بالمضرب الكهرباء. بضربهم كده لحد السكر ما يدوب خالص والبيض يتضرب كويس، يبدا يعمل معايا فوم خفيف كده واللون بتاعه يفتح، خلاص كده بوقف ضرب. وخدي بقى التركه الثانيه، هاتيلي معلقه خل وحطي عليها لون اصفر، نقطتين صغيرين من اللون الاصفر الجل. التركه دي يا بنات بتخلي لون البسكوت معاكي في الاخر تحفه ذهبي كده وشكله جميل. هكمل ضرب بس لحد ما اوزع اللون كويس في الخليط اللي عملناه ده، وبعد كده هوقف. هروح بقى اجيب الزيت من الميكرويف زي ما هو كده دافي من الميكرويف، هو مش متسخن قوي يعني ما قدحتوش، يا دوب الزبده ساحت والزيت يا دوب سخ، خد ريحه اليانسون كده واتوزعت فيه كويس. هكمل ضرب بقى لحد ما ادوب الزيت مع خليط البيض والسكر، ما بنضربش كتير، يا دوب بس نص دقيقه كده وبنوقف ضرب. هاتي بقى الدقيق وانزلي بيه شويه بشويه، ما تحطيوش كله مره واحده عشان العجينه ما تفرطش منك تطلع تقيله او تطلع سايله. بننزل كده شويه بشويه، واحط شويه واقلب لحد ما يختفوا، انزل بالشويه التانيين. العجينه بتبقى شبه عجينه الكيك يعني، بس تقيله شويه صغيرين، ما بتبقاش سايبه قوي زي الكيك وما بتبقاش ناشفه قوي اللي هي امسكها واشكلها بايدي. تمام كده، انا حطيت المره التانيه اهو، بقلب لحد الدقيق ما يختفي وانزل بالمره التالته. العجينه معاكي هنا مرنه جدا، يعني لو طلعت الدقيق بتاعك بيشرب السوائل ونشفت منك بسيطه خالص، هتديله ربع كوبايه لبن صغيره كده، لبن دافي او لبن بدرجه حراره المطبخ، وتفكي العجينه لحد ما توصلي للقوام المطلوب. لو الدقيق بتاعك طلع ما بيشربش السوائل والعجينه خفيفه، بتزودي دقيق شويه بشويه لحد ما توصلي للقوام ده. شايفه يا بنات زي عجينه الكيك، بس يا دوب تقيله حاجه بسيطه، مش ناشفه قوي ومش سايله قوي. زي ما قلتلك لو سالت منك اديها معلقتين دقيق، ولو طلعت تقيله عن كده بحط لها بس ربع كوبايه لبن. معايا هنا الصاج انا جهزته، ده صاج فرن تقريبا 30 في 40 او اللي هو نص الصاج الكبير بتاع الفرن. حطيت فيه ورقه زبده ودهنتها كمان بالزبده تدي ريحه، واضمن برضو ان البسكوت بتاعي مش هيلزق فيها. نزلت بقى بالعجينه زي ما انت شايفه كده، ده القوام الصح لعجينه بسكوت اليانسون. لو العجينه ماسكه عن كده هتطلع معاكي البسكوته قاسيه، تبقى شبه الفايش الصعيدي كده مش بسكوته. بوزعها بالسباتيلا، هي سايله وهتتوزع على طول، مش محتاجه ايدك خالص تنزل عليها ولا تطبطبي
تحطي عليها بزيت ولا الكلام ده كله، هتفرديها زي الكيك. وباخد بقى الصاج في ايدي كده وبخبطه خبطتين على الرخامه عشان اضمن ان الارتفاع كله واحد والعجينه اتوزعت في الصاج صح. خلاص كده هندخله على الفرن. الشبكه اللي في النص زي البسكوتات والكيكات على درجه حراره 180، وببقى مشغله المروحه عشان ما اضطرش بعد كده اشغل الشوايه. خد معايا 35 دقيقه وطلع زي ما انت شايفه كده، واخد لون من فوق ومن تحت. المروحه عندي بتوزع الحراره كويس. لو انت ما عندكيش المروحه بتولعي عليه تلت ساعه من تحت، وبعد كده اخر 10 دقايق بتولعي الشوايه من فوق ياخد لون. قبل ما يبرد وقبل ما يحصل فيه اي حاجه باخد السكينه بتاعتي وعلى طول بقطعه. لو برد هينشف معاكي وتيجي تقطعيه هيتكسر. وهو سخن كده خديه بقى وقطعيه على شكل البسكوت اللي انت عايزاه وبالحجم اللي انت عايزاه. انا عملته كده بسكوتات رفيعه زي اللي بتيجي جاهزه من الفرن. لو عايزه تخنيها عن كده براحتك، عايزه ترفعيها براحتك. انا عن نفسي عملت شويه رفيعين وعملت شويه تخان شويه علشان يرضي بقى كل الاذواق. بس كده على طول وهو لسه سخن، ما تسيبوش يبرد خالص. بعد كده بعد ما قطعته بسيبه في الصاج زي ما هو كده، ما بحركوش. لو حركتيه وهو سخن كده هيتكسر ويفرفت معاكي. لو وصلتي معايا لحد هنا انزلي حالا اعملي لايك على الفيديو واشتركي في القناه. انا شلته من الصاج علشان يبرد بسرعه. هشيل بقى الصاج خالص وهحطه على الشبكه يبرد زي ما انت شايفه كده بورقه الزبده بحاله كله عشان ما انقلوش ويتكسر معايا. بورقته كده وحطيته على الشبكه يبرد. وبعد ما برد خالص بدات اشيله. شايفه الجمال؟ هو اصلا مش محتاج حاجه، مش محتاج يدخل الفرن تاني، بس لسه فيه سنه طراوه كده ورطوبه، محتاج يدخل الفرن تاني شويه علشان بقى يتحمص وياخد اللون الذهبي بتاعه. شايفه جمال البسكوته؟ نقطه الخل مع نقطه اللون الجل الاصفر مدياله لون حلو قوي ومزهزهه كده ولونها جميل. سايبه الفرن لسه مفتوح ما طفيتهوش من ساعه ما كنت بسوي، بس هديت درجه الحراره لحد 160 والمروحه برده مفتوحه. ما تفتحيش الشوايه عليه، خلي النار بس من تحت على درجه حراره قليله جدا على اقل درجه حراره عندك في الفرن، وسيبيه في الشبكه اللي في النص. هو هينشف ويتقرمش معاكي. لو ما عندكيش مروحه وهتلاقي ان هو من تحت لون ومن فوق لسه، قلبيه. انما في كل الاحوال ما تفتحيش عليه الشوايه علشان ما يتلدعش منك. انا خلصت الصاج اهو، رصيته شكله جميل حتى من قبل ما يدخل الفرن. دخلته الفرن وقعد معايا حوالي 25 دقيقة على نار هادية جدا، وطلع شايفة جماله، واخد لون من فوق ومن تحت ومتقرمش جدا. بس هو لسه سخن قوي. هسيبه برده في الصاج بتاعه لما يبرد خالص. مش هحركه من الصاج غير لما يبرد عشان بس ما يعملش معايا فرافيت ويتكسر مني. بعد ما تتأكدي انه برد خالص، لو انت عاملة بكميات كبيرة بتكوني بقى مجهزة العلب بتاعتك، بيكون ليها غطا محكم الغلق، وبتفرشي فيها ورقة زبدة من تحت، وبترصي البسكوت بتاعك في العلبة وبتغطيها كويس. بيفضل معاكي لحد ما يخلص مقرمش، ما بيجلدش، ما بيطراش ولا بيرطب. شرط بس تلتزمي بالكام نقطة اللي انا قلتلك عليهم. شايفه الكسره بتاعته وقرمشته حاجه كده جميله. مش عايز بس غير كوبايه شاي بلبن وتدوبيه فيها. شايفه بس بمجرد ما بدوس عليه بايدي بيتفرط على طول. مقرمش جدا يا بنات. شايفه رجع زي الدقيق. بصي بقى البسكوته هوريها لك لما بتنزل في الشاي بلبن. دي واحده من البسكوتات اللي انا كنت مقطعاها رفيع. اول ما بتحطيها في الشاي بلبن ما بتقعدش كتير. بصي على ايدي زي البسبوسه. حاجه كده جميله وسهله ومقاديرها زي ما انتي شفتي بسيطه جدا وموجوده عندك في المطبخ. شويه دقيق، شويه زيت، الزبده انا حطاها اضافه من عندي، هي مش اساسي في الوصفه. وهتطلع معاكي حاجه بالجمال ده. بس كده حبايبي، ده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الوصفه دي تكون عجبتك، ويا ريت تجربيها وتكتبي لي رايك في الكومنتات. ولو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بعمله.